حلم العمرة تحول لكابوس. الحكاية إن أختي جالها عمرة هدية من شغلها ومعاها محرم مجاني. فرحت جدا لأن كان حلمها دايما تطلع عمرة، والمفاجأة الأحلى إنها تطلع مع زوجها. جريت راحت قالت لزوجها وكانت فاكراها يطير معاها من الفرحة. للأسف حصل اللي محدش توقعه، رفض إنه يسافر معاها وقال لها أنا وأمي أولى بالعمرة دي منك. أمي ست كبيرة وأيامها معدودة، تلحق تطلع العمرة وانتي لسه صغيرة وقدامك العمر طويل. اتخانقوا وقررت تسيب البيت وتمشي وجت عندنا. وبعدها بيومين هو جه مع أمه عندنا يحاولوا يحلوا الموضوع، لكن الكلام قلب بخناقة وكل شوية الصوت يعلى أكتر. هو بدأ يتعصب وقال لها إنها لازم تسمع كلامه، وهي رفضت وقالت العمرة دي حقها. حصل بينهم شد وجذب كبير، وكل واحد متمسك برأيه. هي شايفة إنه بيضيع حقها وهو شايف إنه بيعمل الصح. وهو في لحظة عصبية قال لها لو سافرتي العمرة دي تبقي طالق. سكتت لحظة بس قررت تكمل في قرارها وقالت إنها مش هتتنازل عن حقها. وفعلا بعد كام يوم سافرت العمرة مع بابا. دلوقتي بقى السؤال، هي كده تعتبر اتطلقت فعلا ولا اللي حصل ده له حكم تاني؟